ولكن ننسب الفضل أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى ونشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وننسب الفضل لله وحده سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا العطاء العظيم. أيها المسلمون، نقف اليوم في هذا اليوم المبارك، ولكن لهذا الموقف آثار ماضية، منها الشهداء الذين قضوا في سبيل الله منذ أن بدأت هذه الثورة المباركة إلى هذا اليوم، فلهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. قضوا في سبيل الله حتى يرفع الظلم عن الناس ويعود للناس حريتهم ودينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن عزاؤنا فيهم قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا عزاؤنا فيهم. قضوا في سبيل الله، قضوا إلى الله سبحانه وتعالى، بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله، فلهم فضل علينا ولا بد أن نذكرهم. وعزاؤنا فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر معلقة بعرش الرحمن